3-1 فرنسا على فرنسا البارح زاد. ملا الحقيقه ملا جنون يا خويا الصغار هذوك في الكوره نتاع اليوفا، فيهم برشا يوصلوا، فيهم برشا ملاعبيه يوصلوا. ملا المروك ملا المغرب دومي فينال معناها تعمل ليكيب الاولانيه اليو 20 اليو 17 الابريم ليكيب نتاع البنات ليكيب صحيح كلها خويا ناس تخدم على رواحها خويا ربي. لا وخدمه نتاع 15 عام. اي لعبه تخدم على رواحها، تخدم على لون تيرم. ثم برنامج طويل نتاع خدمه ومن بعد يعطي الاكل نتاعو. شوف انت المغرب نورمال تنجم تعمل نحكي لك كاليتي معناها تنجم تعمل دوزيام ايكيب وتنافس على البطولات الكبيره. صحيح. شوف قداش من مهاجم عندهم. المنتخب المغربي منتخب متكامل، منتخب عنده شخصيه قويه، دونك يفرض اسلوبه وطريقه لعبه على لي زادفيرسير الكل يلعبوا معاهم في التورنوا هذيا. عنده تقريبا لي تروا ليني مع حارس مرمى كلهم على مستوى عالي. فما ملاعبيه كيف ما قلنا وكيف حكاو معناتها سي فتحي وامين، ملاعبيه من طراز عالي. منتخب المغرب يواصل كتابته للتاريخ، مباراه كبيره على مستوى تقريبا كل شيء، بدنيا فنيا، على مستوى حراسه مرمى. منتخب المغربي وحكينا حتى في تقديم منتخبات، توقعنا صراحه انه باش يعمل بام مزيانه في المونديال. توقعت من يوصل ربع نهائي المونديال؟ لا الحقيقه ربع نهائي لا. اما توقعت انه يعمل مونديال محترم. يمشوا الدور الثاني وقوي. كيفاش نجموا نحكيو؟ تو نجموا ما نجموش نحلموا معناتها بون عندك الحق في الكوره، عندك الحق انك او فون دو تو ميم داخليا انك تطمح باش تمشي لبعيد. تجي وقت اللي حاجه نحيتها لي المغرب حاجه عطاتها لنا، ما نحيت لنا شيء، بعد علينا، هربوا علينا. احنا حلمنا كان الدور الثاني من عام 78 واحنا نحلموا، لتوا ما فقنا. يستحيل باش نغير، لانه المغرب رفع تروس العرب الكل، حتى اللي ما يحبش المغرب واليوم عايش في امريكا ولا في اسبانيا ولا في المانيا عربي. المغرب هاوش عطاتنا المغرب رفعت لنا ريوسنا حتى ما نحبوهاش، رغم عنا ولينا نحبوها. مش نحكي عليه انا، نحكي الشعوب العربيه الكل فرحه. مشاكل معناها فما طبعا فما بلدان ما فرحتش المغرب، فما بلدان عربيه قيادات رسميه مش شعوب فتحي، قيادات رسميه. اي شعوب علاش قلت حتى لو كان هكا عندك حاجه مع المغرب عندك كذا ما تنجمش ما تحبش المغرب، لان فعلا اليوم اللي عملته المغرب راهو للعرب بصفه عامه، اللي عملته في العالم الكل احنا منبهرين. احنا اليوم يا رفيق راهو مش عادي لا تعمل فيه المغرب، راهو مش عادي. المغرب ما عادش تتقارنوا بالعرب وبالافريق على خاطر فات باليه معناتها سورتو بعد وصولوا للدومي فينال. ما هزش كاس افريقيا. اي ما هزش تو يهز معناتها تحس حتى كي مع شكون خسر. تو اسمه يهز، تو اسمه لا ما يهزش فشل معناها في البلاد. تو نحكي لك كي تفرج انت الماتش الاخراني تحس معناتها كيب نتاع الاوروب، تحس معناتها كيب فافوريت على الافريق وعلى العرب الكل. معناتها حتى الاسامي تفجع سورتو اللين داتاك. باش نعطيك مثال المغرب لانه مثال يحتذى به ويدرس. المغرب في 2009 2010 الملك السادس عمل اكاديميه باش نعطيك شنو صار، لانها راهنت على التكوين وراهنت على البنيه التحتيه. تنجمش تلعب كوره بنيه تحتيه متهرب. نقول لك المغرب توا مغرب عندها اكثر من 276 ملعب عشب اصطناعي واكثر من 70 ملعب عشب طبيعي. عندها 6 ملاعب اومولوجي من الفيفا ومن الكاف. المغرب تقدمت بطلب انها تنظم كاس العالم 26 بالمشاركه، ما ربحتهاش، خذتها الولايات المتحده الامريكيه، وباش تعمل 2030 مع اسبانيا والبرتغال. ثقه كبيره وتعرف ايش قاعده تعمل. التكوين اللي نقول لك عليه اكاديميه محمد السادس، فما 3 من اللي لعبوا مع ليكيب ناسيونال في 2022 وصلوا المربع الذهبي في الكوب دي موند، فيهم 3 مركز التكوين هذاك، عزين أناحي ونايف أكرد ونسيري من الأكاديمية هذيك. UDC تو أقل من 17 سنة وصلت نهائي كأس أفريقيا المغرب. نهائي وصلت النهائي، ما فاتش أقل من 17 سنة نهائي، يبقى نهائي برك. النهائي فيه 9 ملاعبية من مركز الأكاديمية نتاع محمد السادس. مراكز تكوين جهويه بعثتها توا في العيون والقصر وفي اغادير، يعني شيء كبير على البنيه التحتيه. الجامعه المغربيه لانه فما اراده سياسيه، فما تفكير نتاع جامعه وتمشي نتاع جامعه مغربيه اللي حاب توصل لهدف معين. حتى الكره القدم النسائيه تطورت في المغرب. نقول لك كاس افريقيا نهائي وصلت سيدات المغرب،
2022 الجيش الملكي سيدات بطلات افريقيا 2022 ترشحوا كاس العالم. يعني كرة قدم المغربية إناثا وذكورا مزدهرة، أول فريق أول كرة قدم نسائية في العالم تعمل زوج مستويات محترفة نتاع نساء في المغرب. اليوم كي نلقى يو 23 مازالت كي عملت فينال هزته يو 23 ولا هزته بون لاعبين كلهم البرا ملاعبيه يلعبوا البرا، لكن اليوم قاعده تكون المغرب ورجعت للتيرانات نتاعها ورجعت للتكوين. هذا اللي عمل توا اليوم يدرس. اليوم نعطيك حاجه من بعد اللي عملته في الكوب دي موند، تحلت العينين كلها على المغرب، الناس كلها حلت تقرا علاش المغرب وصلت هكا. اذا يبقى فما اراده سياسيه، فما اموال ضخت واستثمرت في كره قدم والادمغه موجوده. وفوزي رجع خليني نقول لك اليوم يخدم خدمه كبيره في المغرب على مستوى العلاقات الدوليه. اليوم 44 اتفاقيه عملتها الجامعه المغربيه مع دول افريقيا. اليوم المغرب يا صاحبي تساهم في بناء ملاعب في افريقيا. اليوم المغرب نمشي معك لبعيد، ننظم في ملتقيات ومقابلات دوليه نتاع فرق اخرى في المغرب. هنا تربط علاقاتها، هنا تكبر علاقاتها، وهنا اشعاع الكره المغربيه. ان شاء الله نحن تتوفر اراده سياسيه وتوفر الاموال باش نعملوا هكا. هنيئا لاشقائنا في المغرب، في الجزائر، في مصر، في قطر، في كل البلدان العربيه، ما نكونوش قاسيين على الواحد. حتى احنا عندنا منظومه قاعده تبني وقاعده تريقل وقاعده تخدم وقاعده منورتنا. نشوفوا الفساد في كل بلاصه، البيع والشراء يعيط يا اما يا بابا، النتائج 7-7 4-4، ملاعبيه يلعبوا في الرهانات الموازيه. الور حتى المغاربه مو مش غير منا، حتى احنا عندنا ما نقولوا في الرياضه التونسيه. 3-1 على فرنسا البارح زاد. ملا الحقيقه ملا جنون يا خويا الصغار هذوك في الكوره نتاع اليوفا، فيهم برشا يوصلوا، فيهم برشا ملاعبيه يوصلوا. ملا المروك قول ملا المغرب دومي فينال معناها تعمل ليكيب الاولانيه اليو20 اليو 17 الابريم ليكيب نتاع البنات ليكيب صحيح كلها. من اللحظة التي انتهت فيها مباراة المغرب وفرنسا والإعلام التونسي لم يتأخر في التفاعل مع هذا الحدث الكبير. أغلب البرامج الرياضية في تونس افتتحت حلقاتها بالحديث عن التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة، معتبرين أنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المغاربية والعربية. المحللون التونسيون أشادوا كثيرا بالمستوى الذي وصل إليه الأشبال وبالعمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد المغربي في تكوين الأجيال الشابة. البعض قال إن ما يفعله المغرب اليوم هو نتيجة تخطيط طويل المدى ورؤية واضحة جعلت الكرة المغربية تتفوق على مدارس عريقة مثل فرنسا، بينما آخرون اعتبروا أن المنتخب المغربي صار مثالا يحتذى في إفريقيا من حيث الانضباط والروح القتالية والذكاء التكتيكي داخل الميدان. الإعلام التونسي ختم حديثه برسالة فخر وتهنئة قائلا إن العرب كلهم اليوم يقفون خلف المغرب الذي رفع الراية عاليا وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة العالمية.